أهلا وسهلا بيكم في جلسة وعي جديدة. السلام النفسي مش مجرد كلمة بنقولها، ولكن هو قرار بناخده جوانا. النهاردة هنكسر سقف العادي وهنتكلم عن حاجة بتنهار عليها علاقات كتير جدا، عن الكرامة. أتحدى فإزاي تمنع حد من إنه يضمن وجودك؟ إزاي ما تخليش نفسك تتهان ومفيش حد يستغلك؟ الموضوع مش سهل، بس هيبقى سهل لو كملت معانا الحلقة. يلا بينا. أول حاجة لازم تعرف إن اللي هيضمنك هيستخسر يرضيك. أكتر حاجة بتقلل من قيمتك في عين غيرك إنك تبقى متاح دايما من غير شروط ومن غير حدود. الطرف اللي ضامن إنك مش هتغيب عنه وهتقبل بكل حاجة منه هيفقد أدنى احترام ليك. ليه؟ علشان الإنسان بطبعه بيحتكر اللي بيقدر عليه. اللي بيرميك وبيدوس عليك عمره ما هيخاف يفقدك، لأنك خليته يضمن إنك موجود حتى لو أهنت كرامتك. هنا بتدخل في منطقة الخطر، وهو التهوين. اللي تهون عليه مرة هتهون عليه كل مرة. أنا مش بتكلم عن غرور أو عناد، أنا بتكلم عن قيمة ذاتية. ما تخليش حد ياخد وجودك كأمر مسلم بيه. خليك دايما مستعد تمشي حتى لو كنت بتحب، علشان مهما كانت العلاقة الكرامة خط أحمر. تاني حاجة بقى، لحظة الصدق مع النفس هي الخطوة اللي هتغير حياتك. في لحظة هدوء كده اقف قدام المراية واسأل نفسك، أنا ليه مستني إن الظروف تتغير عشان أرتاح؟ ليه مستني حد يقدرني عشان أحس بقيمتي؟ السلام مش محطة توصل لها، السلام ده حالة بتصنعها بنفسك. وعلشان الهدوء النفسي مش حاجة هتجيلك من بره، ده قرار بتاخده من جواك علشان تسيب الحمل اللي في روحك وتختار تنور طريقك بنفسك. ووقت ما هتسامح نفسك على اللي فات وتقتنع إن كل قرار أخدته حتى لو اتسمى غباء كان لازم علشان توصل للي انت فيه ده. الأخطاء جزء من رحلتك، المهم انك تتعلم منها مش عشان تعيش تأنب نفسك بيها. اما تالت حاجة، الثقة في ربنا هي السلاح اللي الناس كتير بتنساه. احيانا بتكون الحياة وحشة والضغط بيوصل لدرجة انك تشك في كل حاجة، لكن هنا بيتحكم ايمانك. اليقين في ربنا هو اللي بيخليك تصدق ان اللي جاي احسن حتى لو الدنيا قدامك سودة. الطمأنينة مش في انك تعرف المستقبل، ده في انك تثق ان ربنا كاتبه بحكمة. زي ما قال إيليا ابو ماضي كده، كن جميلا ترى الوجود جميلا. فالتغيير الحقيقي بيبدأ لما تشوف الدنيا بزاوية جديدة. وأخيرا، العلاقات مش ميدان تضحية ولا مسابقة للي يتحمل أكتر. خلي بالك، اللي بيحترمك مش هيستنى تضحي علشان يرضى، واللي بيحبك هيخاف يجرحك. خليك دايما إما خيار واعي أو غياب أحسن. خليك فاكر دايما اللي بيضمنك يوما ما هيفقدك، وهتفهم ساعتها إن الكرامة كانت أحلى قرار. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.